في الفيديو ده هنتكلم عن الحاجات اللي ممكن تسبب تزاحم في الأسنان وبالتالي تحتاج تعمل تقويم. معاكم دكتور أسامة عز الرجال، أخصائي التقويم. في أسباب كتير ممكن تؤدي إلى تزاحم في الأسنان، إحنا هنتكلم عليها بشكل عام وبشكل بسيط. أول حاجة الجينات والعوامل الوراثية، ممكن تكون بسبب حوادث أو عمليات اتعملت في سن صغير، ممكن تكون بسبب خلل هرموني أو خلل في التغذية أو الصحة العامة للجسم يكون فيها خلل. دي أسباب عامة ممكن تؤدي إلى تزاحم الأسنان. خلينا نتكلم في الحاجات الشائعة واللي دايما بنشوفها في العيادة. من أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تزاحم الأسنان العادات السيئة اللي الأطفال خصوصا في السن فوق 6 سنين ممكن يكونوا بيعملوها فتؤدي إلى تزاحم أو تشوهات في الفكين. زي إيه؟ عندنا أول حاجة الثامب ساكينج أو عادة مص الإصبع. ديت ممكن تؤدي لتشوهات في الفكين وتعمل مشاكل في الأسنان. عادة الماوس بريزنج، التنفس عن طريق الفم، وعادة النيل بايتنج أو عض الأظافر أو أكل الأظافر. العادات دي عادات بتبقى موجودة في سن صغير وممكن تؤدي إلى تشوهات في الفكين أو حركة غير مرغوب فيها للأسنان، وفي المستقبل يحصل تزاحم في الأسنان وبالتالي نلجأ للتقويم. عدد الأسنان ممكن يكون أزيد من الطبيعي، في حاجة اسمها سوبرانيميريتيس يعني أسنان زيادة عن الطبيعي، ممكن تعمل تزاحم. ممكن حجم السنان نفسها يكون أكبر من اللازم بالنسبة للفك، ده يعمل تزاحم. ممكن العكس، حجم السنان يبقى أصغر من اللازم يعمل مسافات بين السنان، أو عدد السنان يكون أقل من الطبيعي، يعني في أسنان مش موجودة بسبب عيوب خلقية، ده بيبقى بيدي في الآخر مسافات بين السنان. أسنان اللبنية يتم خلعها بشكل مبكر، ميعادها الطبيعي احنا خلعناها بدري عن ميعادها الطبيعي، ده ممكن يؤدي إلى تزاحم. والعكس صحيح برضو، لو الأسنان اللبنية فضلت في مكانها وعدى الميعاد الطبيعي للتبديل، ده بيخلي الأسنان الدايمة لما تيجي تطلع ما تلاقيش مكان وتطلع في أماكن غير مرغوب فيها ويؤدي إلى تزاحم. ولما نتكلم على الأعمار الكبيرة اللي خلاص بدلت وبقت السنان كلها أسنان دايمة، لو في واحد خلع ضرس أو سنة دائمة وما تمش الاستعاضة بزرع أو بتركيبات على طول، الفراغ ده السنان بتتحرك فيه وممكن يؤدي إلى تزاحم في الأسنان. كده احنا اتكلمنا بشكل سريع وبشكل مختصر عن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى التزاحم في الأسنان. لو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر أو معلومات أكتر عن تزاحم الأسنان أو عن التقويم بشكل عام، اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم في أسرع وقت.